شباب، كنتمنىكم تكونوا بخير وصحتكم مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه ريش بوند اللي كيبغيوها المغاربه كاملين بطريقه جديده ومختلفه وبلمسه بسيطه كتعطيها ديكور جديد وزوين. على بركه الله نبداو بالمقادير. اول حاجه عندي كاس ديال الزيت النباتيه، كاس من السكر سنيده، عندي هنايا قشرة الحامض محكوكين حامضه وحده، 3 ديال البيضات، عندي هنايا الدقيق اللي غربلته من قبل، وجوج خمارات. على بركه الله غادي ندير البيض ونزيد عليه السكر ونخلطهم مزيان. من بعد غادي نبدا نزيد المكونات، والدقيق بطبيعه الحال كيبقى هو اخر حاجه، هو الخميره. وغادي نحاول نجيب العجينه ما تكونش قاصحه بزاف، شحال ما كانت رخوه وما فيهاش الدقيق بزاف، شحال ما كتجينا رطبه وهشيشه بزاف كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ العجين ونديرها في بلاستيكه باش ترتاح وما كتقصحش لينا بالهواء. من بعد غادي ناخذ الكرات ديالي ونعبرهم. هنايا درت 15. تقدروا ديروهم بالعبار الا كان عندكم الميزان، الا ما توفرش عندكم تقدروا ديروهم غير يعني عينكم ميزانكم كما كيقولوا. صافي، هنا غادي نوريكم كيفاش كندير ليهم الحفيره في الوسط. كما كتشوفوا كنديرها غير بالاصبع ديالي بحال هكا. صافي، غادي نبقى على نفس الطريقه حتى كنسالي العجين كامله. بالنسبه الى كان عندكم شي موس بحال هكا حتى هو تقدروا ديروها به، كتجي مزيانه وتقدروا ديروا الطريقه اللي بغيتو. المهم هاد الطريقه ما كتحتاج لا مرشم لا حتى حاجه. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما ساليت العجين ديالي كامله كنستفهم بحال هكا في الطاوه وكنديرهم شويه متباعدين حيت كيتزاد الحجم ديالهم ملي كيطيبوا. صافي كنطيبهم من التحت حتى كيشدوهم في راسهم، ونطيبهم نحمرهم من الفوق. كما كتشوفوا ما كنحمرهمش بزاف، من بعد ما خرجوا لينا من الفران كيجيو هكا ذهبيين وزوينين. صافي، الخليط احتاجيت فيه كاس كبير ديال المربى ديال المشماش، ونص كاس ديال المزهر، ونص كاس ديال عصير الحامض. كنخلطهم مزيان. بالنسبه للحلوه الا كانت سخونه كنديروه هو بارد، والا كانت الحلوه ديالنا بارده كنسخنوه شي شويه عاد كنخدموا به. صافي، هنايا من بعد ما درتها في الخليط غناخدها ونديرها تسقطر لينا واحد شويه كما كتشوفوا. من بعد غادي نمرمدها بحال هكا في الكوك. صافي، وغادي نبقى على نفس الطريقه حتى نسالي الحلوه ديالنا كامله. صافي، هنا غادي ندوز نصاوب الخليط اللي غادي نعمر بها من الوسط. عندي هنايا كاس ديال مربى المشماش، وعندي اي نكهه بغيتو. انا خديت ديال الكيوي هي اللي متوفره عندي، وعندي هنا معلقه ديال الجليكوز اللي كنت شاركته معكم في فيديو قبل. صافي، غادي نخوي العصير كاملين ونديرهم فوق النار متوسطه حتى كيغليو لينا مزيان، عاد نقدروا نخدموا به. كما كتشوفوا الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل. غناخذ الحلوه ونبدا نعمر فيها من الوسط بحال هكا حتى كنساليها كامله.
صافي كتجينا على هذا الشكل. المنظر ديالها كيجي زوين بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.